يضيء الدوري الكويتي لكرة القدم اعتبارا من اليوم النسخة 51 من عمره وسط توقعات متفائلة باتساع رقعة المنافسة على اللقب هذا الموسم لتتجاوز حدود فريقي القادسية والكويت اللذين هيمنا على مقدرات هذه البطولة خلال العقد الأخير. تحولات كبيرة وتغييرات جذرية مرت بها أندية الدوري الممتاز هذا الموسم على أمل الحصول على غايتها كل حسب طموحه، فهناك من يريد الظفر باللقب وهناك من يريد السلام والبقاء في دور الأضواء وتجنب الهبوط إلى عالم المظالم. القادسي حامل اللقب يسعى لتدعيم رقمه القياسي من خلال تحقيق اللقب للموسم الخامس على التوالي بعد أن كان قد ناله للعام الرابع على التوالي الموسم الماضي، كما يسعى لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم العربي من حيث عدد مرات نيل لقب الدوري من خلال الفوز به للمرة السادسة عشر في تاريخه إن قدر ذلك هذا الموسم. القادسية بطل الدوري وكأس الأمير الموسم الماضي أبقى على جهازه الفني بقيادة الكرواتي رادان وكذلك معظم عناصره المحلية والمحترفة إلى جانب تدعيمها بأسماء خارجية جديدة من أبرزها التونسي الموهبي والكرواتي داريو. من جانبه يدخل نادي الكويت شريك القادسية ومنافسه الوحيد على لقب الدوري في العقد الأخير الموسم الجديد بجهاز فني جديد يقوده الروماني مارين في محاولة من العميد لأن يعود إلى منصات التتويج بعد موسم مخيب للآمال. كما دعم الأبيض طموحات هذه بمحترفين من تونس هم الدوليان عصام جمعة والشادي الهمامي مع الإبقاء على عناصر الأساسية السابقة وعلى رأسها نجمه البرازيلي روجيريو. أما العربي الباحث عن استعادة صديقه القديم درع الدوري المحلي بعد سنوات من الفراق فقد أبقى على مدربه البرتغالي راماو بعد التحسن الكبير في مستوى الفريق الموسم الماضي وتتويجه بلقب كأس ولي العهد، لكن في المقابل أجرى الأخضر تغييرا كبيرا في عناصر المحترفة فلم يحتفظ سوى بالسنغالي فال، كما دعم صفوفه بمحترفين جدد هم البحريني سيد عدنان والأردني أحمد هايل اللذين برهنا عن حضور قوي مع الأخضر وساهما في نيل الفريق لقب كأس السوبر على حساب غريمه التقليدي القادسية. فريق كاظمة تراجع كثيرا الموسم الماضي محتلا المركز السادس في بطولة الدوري، الأمر الذي سرع في رحيل مدربه السابق تشيكي ماتشالا وحلول المدرب الجديد المونتيغري ميودراغ بديلا له في محاولة لإعادة الروح إلى الفريق البرتغالي. وقد دعم كاظمة صفوفه هذا الموسم ببعض العناصر المحترفة في مقدمتها المونتيغري رادونيتش. فريق السالمية يأمل مواصلة أدائه المتميز الذي قدمه الموسم الماضي والذي أهله لاحتلال المركز الرابع من خلال احتفاظه بمدربه البوسني لوجيك وبمعظم عناصره السابقة وفي مقدمتها المحترفين السوري محمد زينو والأردني عدي الصيفي. كما دعم صفوف هذا الموسم بمحترف آخر هو المغربي محمد بركات مدافع كاظمة السابق. نادي الجهرة ملك التعادلات في الموسم الماضي احتفظ بركائزه الأساسية التي اعتمد عليها الموسم الماضي بقيادة مدربه البرازيلي دا سيلفا ولاعبيه المحليين والمحترفين بقيادة الهداف الأول البرازيلي فينيسيوس ومواطنيه نينو. فريق النصر نجا الموسم الماضي من الهبوط لدور المظالم بفضل مواجهة الملحق مع اليرموك، لذلك سارعت إدارة العنابي لمعالجة أخطاء الفريق باستخدام البرتغالي جاريدو مدرب كاظمة والقادسية السابق، كما استعان الفريق من جديد بخدمات محترفه السابق العماني عصام فايل إلى جانب كل من الجورجي توما والسوري الحصني. أما الوافد الجديد على الدوري الممتاز فريق الصليبيخات فيقود هذا الموسم الصربي دراغان المدرب المساعد لمدربه الوطني ثامر عناد الذي آثر الابتعاد عن الفريق هذا الموسم بسبب ارتباطاته الأسرية. فريق الصليبيخات دعم صفوفه بعدد من العناصر المحلية المعارة من الأندية الأخرى بالإضافة إلى الإبقاء على محترفيه الأساسيين الذين ساهموا في عودة الفريق لدور الأضواء.